اللي قدامكوا ده أكلة اقتصادية 100%. يا ترى ده ايه؟ ده حواوشي، بس يا ترى محشي ايه؟ يلا ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. هتعملي منه كمية كبيرة جدا. اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد. والأول مرة تعالى أقولك على حواوشي كبد وقوانص هيرمي معاكي كمية ويأكل العيلة كلها. اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد. عندي كيلو كبد وقوانص متقطع ومتنضف كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. بعد ما تنضف كويس وتعمل له محلول بصفيه في مصفى، بجيب عندي هنا القوانص والقلوب لوحديهم. طيب في هنا حاجة، لو انت بقى بالك طويل وعايزة بقى القوانص قطع، وتمسكي بقى طعم القوانص قطع صغننة شرايح شرايح، وتقدري وفيكي العزم ان انت تقطعي كل ده، اقعدي قطعيه. تمام. انا هنا جبت الكبة بتاعتي وقطعت القوانص وحطيت القوانص في الكبة، وبدأت ان انا اقطعها بسكينة الكبة. تمام كده، يعني زي فرمة كده، ولكن هي تقطيعة بسكينة الكبة، زي اللحمة المفرومة بالظبط. تمام. حطيت القوانص عندي هنا اهي. طيب الكبدة مش هدخلها كبة، ركزوا جدا في الوصفة. تمام. الكبدة يا دوب الكبدة ممكن تحطيها على البلانشة وتخرطيها بمخرطة كده زي ما انتم شايفين، او بسكينة حامية. انا عندي السكينة دي مميتة مش حامية بس. تمام. حطيت الكبدة كده، وبدأت ان انا اقطع الكبدة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ترانشات، وفي نفس الوقت تكون سهلة. يعني بصوا، الكبدة مش هينفع احطها في كبة خالص. تمام. بصوا بقى، شايفين السكينة شغالة ازاي؟ بقطع في الكبدة زي تقطيعة العصافيري كده بالظبط. ممكن لو انت السكينة اللي عندك مش حامية، ممكن تعملها بالمخرطة عادي جدا. تمام. خليكوا بقى معايا لان الفيديو ده فيه تركاية حلوة قوي هتعجبكم، وعايزة اوريكم الكمية اللي هتطلعوها هتبقى عاملة ازاي. اذكروا الله وصلوا على الرسول. تمام. خلاص كده قطعت الكبد والقوانص بكل سهولة. عندي هنا بقى بصلتين، عندي كام فص توم، طالما هنقول حواوشي كبد وقوانص يبقى هنجيب كام فص توم. تمام. بعد كده ما قطعنا القوانص هنحط كده الحاجات دي مكانها. تمام كده. وعندي هنا قرنين فلفل رومي عليهم فلفل حامي، يبقى عندنا بصل وفلفل رومي وحامي، وعندنا كام فص توم. تمام كده، لازم التوم ضروري. حلو كده. هحطهم في الكبة وهبدأ أخرطهم خرط مبرح كده، هقطعهم في الكبة أديهم فرمة حلوة يعني. تمام كده. هنبقى كده خلصنا من الحاجة كلها اللي هنقطعها واللي هنفرمها، وخلصنا كل التجهيزات بتاعتنا. يلا بينا بقى هوك على النار، ويلا بينا او طاسة، ويلا نشوف هنعمل ايه. طبعا ما ينفعش احشي العيش كده زي اللحمة، هيطلع معاكي ني وهيطلع معاكي مش حلو خالص. تمام. ركزي، لازم نسوي الحاجة دي نص تسوية اقل حاجة على النار. تمام. طيب الكبد والقوانص هنا عندي مش زي اللحمة. ليه يا شفادير؟ ايوه، لان ما فيهوش نسبة الدهون اللي مشبعة اللي بتبقى في اللحمة، اللي بتعمل طعم للحواوشي. تمام. فهنا انا هعمل ايه بقى؟ هحط سمنة على زيت، او احط دهن على زيت، او احط ليا على زيت. ركزوا كويس جدا. تمام. انا هنا حطيت معلقة دهنة ومعلقة سمنة وشوية زيت. حلو كده، عشان اشبع الاكله بتاعتي بالدهون. اول حاجه هنا رحت نزلت بقى ايه بالقوانص. تمام. زي ما انتم شايفين كده، اديت القوانص تخريط تشويحه قصدي. تمام. اول ما لونها غير على طول رحت نازله عليها بالكبده. مش هنقلب فيها كتير عشان ما تقعدش تنزل لي في ميه كتير. تمام. هي يا دوبك تقليبه كده، تشويحه كده عشان ما تنزليش ميه كتير. تمام. دلوقتي هما اتشوحوا، بروح جايبة بقى كل الحاجات اللي ضربتها في الكبة. وليه انا ما بدأتش بالبصل الاول؟ عشان انا عايزة طعم البصل باين في الوصفة. يعني انا كأن الوصفة معمولة ني كده في ني اللحمة مع البصل، زي ايه؟ زي حواوشي اللحم. عشان كده انا محتاجة طعم البصل عندي هنا يكون قوي. تمام. عشان كده ما دخلتوش
ما شوحتوش في الاول. تمام كده. عندي هنا بقى 7 بهارات، وعندي فلفل اسود، وعندي ملح. ممكن تحطي حبهان بودر، ممكن تحطي جوز الطيب، ممكن تحطي اي حاجة انت حباها. تمام. هنبدأ ان احنا نشوح تشويحة برضو كده خفيفة بالمعلقة. بصوا هنا بقى، هحط مكون بيضاعف معايا الكمية وبيلم لي اي سوائل. المكون ده ايه؟ بطاطساية مسلوقة ومهروسة. بطاطساية مسلوقة ومهروسة، حاجة كده مغذية، بتلم لي كل السوائل اللي في الوصفة. وكمان بتبقى حلوة قوي وطعمها حلو، وبتخلي القوام عندي متماسك. بطفي النار وكده تمام قوي. ممكن احطها كمان بعد ما اطفي النار. تمام. عندي هنا بقى عيش، وببدأ ان انا آه، اعمل بقى ايه الحواوشي كده في العيش بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. يعني ما شاء الله ما شاء الله، شايفين الطاسة دي هتعمل كمية مش قادرة اقول لكم. هتعمل كمية كبيرة. تمام. نفرده كويس كده في العيش. ما شاء الله اللهم بارك. ده عيش عادي من بتاع الفرن، وده عيش سياحي. العيش اللي هو بيتباع سياحي يعني في الفرن الجاهزة. ممكن تعملي ده وده. تمام كده. بس بنجهز العيش، وهوريكم دلوقتي الكمية اللي انا عملتها. يعني ممكن تقعد تأكلكوا يومين لو انتوا 5 تنفور. تمام كده. لو عيلة كبيرة هيكفي وزيادة. يلا بينا هنا بقى ندخل على مرحلة التسوية. بعد ما خلصنا الكمية، بصوا حطيت قد ايه ولسه كمان في الطاسة ما اتعملش. شوية بقى سمنة على شوية زيت صغيرين في الجريلا. ونقدر ان احنا نسوي، او ممكن نسوي في الفرن عادي. طيب الكبد والقوانص عموما بتاخد سوا. هي اي نعم اتقطعت واتفرمت وكل حاجة، ولكن برضو هتاخد سوا. عشان كده انا عملت ايه؟ يعني انا سويتها على النار، فده كان افضل بكتير ما تتحط نية. افضل بكتير. تمام. هنبدأ بقى نسويه عادي زي الحواوشي اللحمة بالظبط. هنسيبه على نار هادية، وطبعا الهوك يكون سخن جامد. وأول ما يبدأ إن هو ياخد لي ألوان كده من جميع الجوانب، ببدأ إن أنا أطلعه على طول. ما شاء الله اللهم بارك. وعايز أقول لكم طعمه حلو جدا لكل الناس اللي بتحب الكبد والقوانص. بيتاكل بقى ويتقدم سخن بقى جنب لفتة أو سلطة. ما أقولكوش على الحلاوة أو مخلل. طعمه بجد رهيب وتحفة وجميل جدا، وهيعجب كل اللي هيدوق. تمام. هنا بقى بزود نقطة شوية زيت بشوية زيت، وببدأ أسوي في باقي الكمية اللي عندي لحد ما بسوي الكمية المطلوبة. تقدري تحتفظي بالباقي في طبق وتغطيه وتحطيه في التلاجة وتسويه تاني يوم. هيبقى بجد طعمه رهيب وحلو جدا. لايك وشير كتير للفيديو عشان نشوف الغير. بحبكم في الله يا أحلى متابعين في الدنيا. كنتم مع شيف هدير.